الجهاد الآن مش مطلوب من أفراد، الجهاد مطلوب من الحكومات والدول. الآن سوريا لا يقاتل فيها، مش حرب عصابات، سوريا فيها 3-4 دول، فيها روسيا وفيها إيران وفيها حزب الله وفيها جيش النظام السوري، 4 جيوش بكامل عتادها. مين يقف لهم؟ شوية شباب ليس معهم أي سلاح. لو سلحت المعارضة السورية فقط دون أن ينضم إليها أحد لتغلبت على كل هؤلاء، لأن هؤلاء على الحق وهؤلاء على الباطل. لكن احنا مش عايزين جعجعة وكلام والباب مفتوح اللي عايز يروح، لا، مش احنا عايزين نفتح الباب الرسمي. محتاجين هذه الدول ترسل جيوش. الدول الإسلامية يجب على حكام المسلمين أن يرسلوا جيوشهم أو يمدوا هذه المعارضة بالعسكر وبالسلاح. لكن ما الباب مفتوح، الباب مستني حد يفتحه؟ الباب شغال مفتوح بقاله 3 سنين واللي عايز يروح بيروح. بس هم مش عايزين رجالة الآن، هم محتاجين سلاح، مش محتاجين، هم مش منتظرين ان حد يقول لهم الباب مفتوح. الباب مفتوح لوحده من سنين، مفتوح الباب. ولكن هم محتاجين سلاح نوعي، مضادات طيارات، راجمات، صواريخ، عايزين حاجات من دي. لان هناك اعداد ضخمه جدا من السوريين، هناك في كتائب كامله ما عندهاش طلقه رصاص واحد. فاللي رايح ده بتقوله يعمل ايه؟ بعض الشباب يتحمس وعايز يروح، ماشي، جزاه الله خير، ده شيء عظيم، واي واحد يريد ان يشارك في هذا الجهاد العظيم يذهب، بس لازم يكون رايح ومنظم. وانا عايز اروح يموت؟ انت رايح تكون معاك سلاح على الاقل، واللي هناك عايزين سلاح. طب مين اولى؟ اللي لسه رايح ما يعرفش حاجه، ولا اللي هناك اصلا ابن البلد وعايز سلاح؟ يعني لابد ان نفكر. خد بالك، لما دعا بعض العلماء للجهاد طلع بعض المخابيل المجرمين يقول له انت قاعد تتكلم على الجهاد وتنام في فندق 5 نجوم والناس بيقاتلوا بانفسهم. ما يا ايها المغفل، خد بالك، مش كل الجهاد مش زي بعض، وفي جهاد واحد جهاده بلسانه خير من 100,000 مقاتل. في واحد لسانه ب100,000 مقاتل يقدر يقوم الدنيا بلسانه، ولو راح بنفسه واحد من الناس ممكن لا يحسن الجهاد بيده، ضعيف البنية أو ليس من أهل الجهاد، مش راجل مدرب وراجل عسكري ماهر. واحنا في الجهاد بنقدم الأقوى، مش أبو لسان أحسن. لأن ممكن تجد رجل ليس في رتبة الإيمان بالعالي لكنه يقدم في الجيوع، يقدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص وكان حديث إسلام لسه مسلم بقاله كم يوم، والله على أبي بكر وعمر، مسخوا قيادة الجيش في ذات السلاسل. وعمر زي أبي بكر وعمر؟ لا طبعا، لما فوقه بمراحل رضي الله عن الجميع، لكن هو نفسه اغتر. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال يقول له عمرو بن العاص. قال والله عائشة. قال لا من الرجال. قال أبوها. طب من؟ قال عمر. قال طب خلاص شكرا سلام عليكم. المال بعد كده ممكن ما يقولش اسمي خالص في الليسته، طب انا كده طلعت غلط، فخليني كده ساكت وخليه ساكت احسن. فاذا الجهاد باليد محتاج الاقوياء الاشداء اللي عندهم فكره، اللي عندهم حماس لهذا الامر، اللي يقدروا يراوغوا ويروحوا يجوا، يعني عنده همه لذلك. لكن رب داعيه او رجل يتكلم بلسانه، جهاده بلسانه في الامه وتحميس الناس وحشد الجماهير اعظم 100 مره من 5000 مقاتل. واحد يجاهد بقلمه فينغص على القاعدين مضاجعهم أقوى من واحد يروح بسيف هناك. فالمسألة مسألة نسبية، وكل واحد له بابه الذي يجاهد فيه. في واحد هنا زمال قاعد راجل يدير شركات وعمال يودي فلوس لسوريا بمئات الآلاف، ده لو راح مات هناك خسرهم. مش عايزك تموت يا عم انت. ما في كتير مش معاهم فلوس خالص، وليس عندهم علم، وليس عندهم، فده يتحتم عليهم الجهاد باليد، لأن هو ده اللي ينفعوا فيه وما يقدروش يقدموا حاجة تانية. لكن في واحد بيكفل 10,000 مجاهد أو يكفل 1000 مجاهد. طب ما لا، أنا مش عايز يموت ده خالص، أنا عايز يقعد هنا. وهو من جهز غازيا فقد غازى. في واحد بيحمس المجاهدين، بيحرك الدول، بيحرك الشعوب، بيحرك الحكام. أنا مش عايز ده يموت، أنا عايز ده يقعد هنا في الفنادق ال5 نجوم ويزق الناس. فهي الحكاية مش هرتالة وخلاص. هؤلاء المثبطين عن كل خير دول ما يحسنوش إلى الكلام البارد فقط، فلا ينبغي أن يشاغبوا على أهل الفضل. الجهاد فرض الآن في سوريا، لكن يختلف. فعلى بعض الناس فرض عين، على بعضها فرض كفاية. المراد أن تحصل الكفاية هناك. الكفاية ما تحصلش بالأفراد اللي هم رايحين بدون سلاح في معركة غير متكافئة، إنما تحصل بالسلاح. فاحنا محتاجين الدول الإسلامية تبعث بالسلاح، مش تستنى أمريكا. لما تبعت أمريكا السلاح مش هتبعت أمريكا حاجة، ولو هتبعت سلاح لا يسمى ولا يغني من جوع. احنا محتاجين الدول الإسلامية تبعث هي بقاداتها، زي ما كانوا باعتين مخابراتهم كلهم هناك في سوريا، وفجر بهم مبنى المخابرات في سوريا، وراحوا كلهم في 60 داهية إلى غير رحمة الله.
يبعتوا برضو دلوقتي كده خبراء استراتيجيين، ويبعتوا خبراء المخابرات بتاعتهم، ويبعتوا سلاح ويعملوا حاجة، وإلا سيسألهم الله عن هذا. ده في أعناق الحكام. الشعوب لا تملك شيئا. هو الشعوب في ده حاجة تعمل أي حاجة أصلا؟ والله تعالى أعلم، والله المستعان.